ألف ألف مبروك جمهور برشلونة، وهارد لك جمهور ريال مدريد اللي أنا واحد من عندهم. مباراة ممتعة صراحة، مباراة ممتعة من طرف برشلونة صراحة. واحد يحكي الحقيقة بعيدا عن المجاملات. برشلونة دولة مو برشلونة 2026، لا، دولة برشلونة 2009. الله شاهد، اللي شاهد برشلونة 2009 دولة نفسيتهم تحسن، نفسيتهم بالضبط. أنا شفت برشلونة 2009، شفت برشلونة 2026، نفس التكتيك ونفس اللعب ونفس الباص ونفس الحركة ونفس يعني فريق جماعي، فريق تحسه يريد يفوز، فريق عنده انسجام، فريق عنده روح قتاليه، يريد يعني يفترس الخصم، هيك تحسه يعني. انا اعتب على رودريجو وعلى فينيسيوس. فينيسيوس ادى ليله البارحه، لكن رودريجو ما ادى. اللي يعتب بيه على فينيسيوس ورودريجو اللي هو تحسهم ذولا شلون عندك دقمان، طب فيهم ايش شغلهم؟ يعني اللعبه يأدي بيها رودريجو، وعشان لعبات ما يأدي بيها فينيسيوس، يرجع يأدي فينيسيوس، رودريجو ما يأدي. ليش هذا التهاون؟ ليش هذا ما اعرف شو اسميه يعني. لاعب يأدي ولاعب ما يأدي، ما الاثنيناتهم يأدون بلعبه واحده، ما تصير هاي ابدا ابدا. غياب مبابي ياثر علينا شيء طبيعي. كورتوا بطل المباراه من جهه ريال مدريد، كاي راس ما قصر اللاعب. عندنا لاعبين غير جاهزين بالمباراه. والف الف مبروك جمهور برشلونه مره ثانيه، وهارد لك نادي ريال مدريد، وان شاء الله القادم افضل. اما بخصوص صاحب التوقع الصحيح فيمكن شفت 4 توقعوا صحيح، فراح ارجع للتعليقات وادقق اكثر، وراح نسوي لهم ان شاء الله قرعه بيناتهم كلهم، ونصور القرعه غدا ان شاء الله، وحتى ما يصير بيها تلاعب وغش وما اعرف شنو هاي السوالف. وان شاء الله صاحب الحظ السعيد توصل لك الجائزه فوق اي ارض تحت اي سماء، توصل لك الجائزه، والف الف مبروك وصاحب الحظ السعيد.